هاي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبسعادة. شايفين طبق الحلويات الخطير ده؟ يا ترى معمول من ايه؟ حد ممكن كده يفكر ويقول لي؟ ما فيهوش ولا دقيق ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة ولا عجن ولا فرن. انتوا متخيلين؟ الحلويات دي كلها معمولة في اقل من 10 دقايق في البيت، وصحية جدا جدا، ومعمولة من الخضار. ايوه زي ما سمعتوا كده، من الخضار. بصوا الجمال، بصوا، خطيره خطيره بجد خطيره. معموله من ايه دي بقى؟ مش معموله من كيك اصلا، دي معموله من جزر. تعالي بقى شوفي الوصفه، شوفي هي ازاي لذيذه. هتحبب ولادك في الخضار او هتخدعيهم وتحسسيهم ان انت تاكليهم خضار. هتشرفك، وكانك بتقدمي لهم فريرو الشيب بالظبط، الغاليه اللي بارقام خزعبليه. احنا بقى عملناها في البيت وباسعار عبيطه جدا، وكمان عملناها هيلثي وزيرو دقيق او جلوتين او بيض او لبن. يعني تنفع للناس الفيجن والناس الفيجيتيريان، وتنفع لكل الناس في البيت، وكل حاجه نقدر نتحكم فيها في البيت من حيث السكر او من حيث الكميه. انا الكميه دي طلعت لي من حوالي كيلو جزر. يلا بينا بقى بسرعه، مش هطول عليكم واقول لكم يلا عملنا الفريرو الشيب بتاع الغلابه ده ازاي. يلا بينا. كده انتوا عرفتوا اكيد المكون الاولاني هو ايه؟ الجزر. هو ده المكون الرئيسي مش المكون الاولاني. كلنا عارفين بقى الجزر ده مليان فيتامين كي او فيتامين جيم. الفيتامين ده مهم ازاي؟ كمضاد اكسده لبشرتنا ولشعرنا ولصحه جلدنا ولصحه الجسم كله. هديكوا كده نصيحه على السريع. نصيحة على السريع، ازاي اعرف ان الجزراية دي مسكرة؟ الاقيها من فوق كده مدورة وكويسة، مش رفيعة. الجزراية كل ما تكون رفيعة مش بتبقى مسكرة، لكن لما بتبقى هنا تخينة ومليانة بنعرف ان الجزراية دي مسكرة وحلوة. يلا بينا بقى نبدأ وصفتنا اللي محدش، مستحيل اصلا مش محدش يتخيل انها معمولة بالجزر. محدش هيصدق انها معمولة ايه؟ بالجزر. انا ابني بيشاركني معايا في الوصفة. كده انا قشرت ونضفت كل كمية الجزر اللي عندي. بصوا كده تمام زي الفل. الخطوة اللي بعد كده ان انا هبشرها ليه؟ علشان تتسلق بسرعة وتنزلي كل السوائل وتستوي وتدوب، علشان ما تبانش خالص ان هي جزر والناس اصلا تفتكرها كيك. طيب انا هبشرها بالمبشره او بالكيتشن ماشين، شوفي المتوفر عندك، الاتنين نفس النتيجه بالظبط. هبشرها كويس جدا وهرجع لكم بعد كده نشوف هنعمل ايه. كده انا تقريبا بشرت الكميه كلها زي ما انتم شايفين. هحطها بقى على النار وهحط لها كوبايه سكر. ليه كوبايه سكر؟ عشان السكر اللي هيساعدها انها تنزل كل الميه بتاعتها. فاحنا هنرفعها على النار زي ما قلت لكم كده، وهحط لها السكر. هوريكم دلوقتي السكر هيخليها تعمل ايه. بصوا زي ما قلت لكم بدات تنزل الميه ازاي، هو البخار بس مخليها مش باينه اهو. بصوا زي ما قلت لكم، شايفين اهي بتنزل الميه بتاعتها كده. هي بدات تستوي، لما تشرب الميه دي تاني هتبقى بدات تستوي. وبعد كده هتضيف المكونين التانيين اللي هقول لكم عليهم. هي بسيطه جدا وبتتعمل في ثواني زي ما هتشوفوا دلوقتي. بصوا نهدي بقى النار عليها. اول ما تعمل الحركه دي نهدي النار خالص بقى ونسيبها تستوي براحتها لغايه ما تنزل كل الميه وتشربها تاني. هحط له نص كوبايه جوز هند وحوالي نص كوبايه كاكاو. هو البخار معلش طالع على الفيديو فمش باين قوي. كده انا حطيت له زي ما انتم شايفين الكاكاو. كده انا حطيت له الكاكاو وجوز الهند وهقلبه كويس جدا زي ما قلت لكم، نص كوبايه ونص كوبايه. انا استخدمت تقريبا باكو كامل من كاكاو كرونا. وكده بعد ما قلبتها كويس جدا هحاول بقى اسيبها تهدى. هحاول اسيبها تهدى بقى عشان اعرف اشكلها، لان هي وهي سخنه كده مش هعرف اشكلها، فهستنى لما تبرد خالص واشكلها. بصوا كده انا سبتها بردت خالص. هبدا بقى اعملها كور كده صغيره عشان اشكلها. وهجيب معايا جوز هند عشان احطه اغلف بيه الكور دي. بصوا معايا كده،
جهزت كده بوله فيها جوز هند زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم النتيجه هتطلع زي الفريرو روشيه اللي انتوا عارفينها كده، اللي بتبقى لذيذه ومتغرقه بجوز الهند. صدقوني ما حدش هيصدق ان انت عامله الكور دي او الكيك ده من الجزر، من خضار. محدش هيصدق من جماله وحلاوته. هوريكم دلوقتي كوره وبحطها في جوز الهند كده. انا عملت الكوره بغرقها بقى من جوز الهند. بصوا بقى الشياكه والجمال والرقي في التقديم. صدقوني اي ضيف هيجيلك هينبهر ايه باللي انت عاملاه اصلا. ايه دي يعني؟ حد يصدق ان دي معموله من جزر؟ يعني طعمها كيك وريحتها خطيره 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 زي الفريرو روشيه. بصوا، وهتحطيهم في صواني تقديم. لو عندك ورق كريشه ممكن تحطيها كده كل واحده في ورق الكب كيك كده وحايد. انا حاليا مش متوفر عندي، بس كنت بعملها كده وما كانش حد بيصدق اصلا ان دي معموله من جزر. هعمل كل الكميه وارجع لكم. بصوا بقى بعد ما خلصت الشياكه والجمال، حقيقي خطيره خطيره وطعمها وهم. عايزه اقول لكم ان ابني في البيت انا باكلها له هو مش مصدق ان ده مش كيك. يعني هو بيتعامل على ان ده كيك، مفيش حاجه اسمها جزر اصلا. انتي طعم الجزر بيختفي تماما بعد الكاكاو وجوز الهند. بجد صدقوني هتحلي كل مشاكلك مع اولادك في الخضار، وحاجه مشرفه وقيمه تقدميها في اي عزومه. طبعا بقى اي ديكوريشن عايزه تضيفيه، انا زي ما قلت لكم بحط ساعات ورق الكريشه اللي هو بتاع الكب كيك، بس انا مش متوفر عندي. شوفي بقى عايزه تقدميها ازاي، وشوفي طبعا اضافات اللي انت عايزه تضيفيها. عايزه تضيفي سوداني، عايزه تضيفي فستق، تبقى بالبيستاشيو، براحتك. بصي الاضافات العبي براحتك في الاضافات. المهم ان انت بتوصلي لحاجه شياكه وراقيه وصحيه جدا ومناسبه لكل الناس. نقدر نتحكم في كميه السكر او نضيف سكر دايت براحه راحتك. يعني الموضوع كله فيجيتيريان اصلا، خضار عملنا منه حاجه حلوه ناكلها منها، مش هنتخن، ومنها هتفيدنا جدا وصحيه ومعموله في البيت، فاحنا متاكدين من نظافتها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، وفريرو روشيه الغلابه بتاعتنا اللي عاملينها في البيت تكون عجبتكم. ويلا بسرعه لازم تعملوها في سفره رمضان وفي اي عزومه قريبه، علشان مش هينفع يكون عندك عزومه من غير طبق الحلويات الخطير ده. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد. ويلا بسرعه على الكومنتات اعملوها وقولوا لي عملتوا الوصفه دي ازاي وطلعت معاكم ازاي. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد.